السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طلابنا حبايبنا أبطال الصف الأول الثانوي، يلا بينا يا بطل نكمل الوحدة الستة. لسه هنبدأها أول درس اللي هو الدرس الثاني في الوحدة الستة، لأن الأول عندك ملغي سواء كنت عام أو بكالوريا أو أزهر. يلا بينا نشوف الدرس بيقول إيه، وهو نظام الثنائي وكمية البيانات. وهناخد النهاردة الدرس الثاني والثالث والرابع. ليه يا مستر الكلام ده؟ لان الثلاثه مرتبطين ببعض، فانا هديك النظام الثنائي والعشري وال16، وهديك اللي هو بتاع رقمنه الحروف، او اللي هو ازاي نكتب حروف بالنظام الثنائي او ال16. طيب، النهارده عندنا الدرس بيبدا معانا اللي هو لسه في النظام الثنائي، بيقول لنا ان البت هي اصغر وحده للمعلومات. بيقول لي ان البت هي اصغر وحده للمعلومات. تعالى بس نقسم الشاشه ونشوف الكلام بيقول ايه عشان اشرح لك على الوايت بورد. تمام، يلا بينا. هو بيقول لي ان البت، تمام، دي اصغر وحده للمعلومات. ايه هي المعلومات؟ هو احنا كنا عرفنا في المعلومات في الدرس الاول في الوحده الاولى، الدرس القديم ده اللي بقاله كتير ده، ان المعلومات دي هي عباره عن بيانات صغيره اتجمعت ادتني معلومه. طيب، اصغر وحده للمعلومات دي هي البت. طيب، قال لي ان البت لا اما هي عباره عن خانه، تمام، خانه. الخانه دي، الخانه بتاعت البت دي، يا يكون موجود فيها زيرو يا يكون موجود فيها ايه، واحد. يبقى البت تحتوي على خانه، تمام، يا يكون فيها زيرو يا يكون فيها واحد، ما ينفعش الاثنين مع بعض، هي يا زيرو يا 1. فعشان كده بيقول لي ان هي ليها احتمالين، لها فقط حالتين، مش لها الاثنين مع بعض، لا هي ليها حالتين، يا تكون صفر يا تكون واحد. بيقول لي يمكن لبت واحد تمثيل حالتين على سبيل المثال، لا اما المفتاح مفتوح لا اما المفتاح ايه، مغلق. هو يا مفتوح يا مغلق، ما ينفعش يبقى بين المفتوح وبين المغلق، هو يا مفتوح يا مقفول. تمام. طيب، بيقول لي تاني حاجه، يا اما اتجاه المغناطيس شمالي او جنوبي، او الجهد مرتفع او منخفض، او الكلام ده كله، اي حاجه بقى ليها حاجتين، يا مفتوح يا مقفول، يا ملك يا كتابه. ما ينفعش ينفع يبقوا ملك وكتابه مع بعض، لا، يا ملك يا كتابه. طيب، بيقول لي يتم تمثيل المعلومات الفعليه بترتيب البيتس. طيب، انا لما اجي امثل معلومات يبقى انا يعني هخلي المعلومات دي القيمه بتاعتها او الوحده بتاعتها تكون بالايه، بالبيتس. تمام. طيب، ده بشكل مؤقت لحد دلوقتي. بشكل عام بيقول لي يمكن لان من البتات تمثيل 2 اس ان. تعال نعرف دي جت منين، من قطع المعلومات المختلفه. حلو، الاثنين دي جت منين؟ جت عن طريق ان انا عندي حالتين، يا صفر يا واحد، فالاثنين دي عندي هتكون ثابته، الاثنين دي عندي هتكون ايه، ثابته. حلو. طب والان دي بقى، الان دي بقى عدد الايه، عدد البتات نفسها. ما انا عندي هنا الاثنين اللي هو الاحتمالات بتاعت البتات. طيب، الان هي عدد البتات اللي انا عايز اعرف ايه احتمالاتهم. طب ليه عايز اعرف احتمالاتهم؟ هو بيقول لي لو انا دلوقتي عندي، ثانيه واحده، لو انا دلوقتي عندي 3 بت، 3 بت، حلو، جميل، عايز اعرف الثلاثه دول ليهم كام احتمال يمكن ان يمثلوا 3 خانات. دلوقتي هم 3 بتات يعني 3 خانات. حلو، الخانه الاولى يا يكون فيها صفر يا واحد، الخانه الثانيه يا صفر يا واحد، الخانه الثالثه يا صفر يا واحد. كام مره بقى دول ممكن يحصلوا؟ كام مره؟ قال لي هحط الاثنين اللي هو الصفر والواحد اللي عندي احتمالات ثابته، يا صفر يا واحد يا ملك يا كتاب، واديها اس كام، اس 3. ليه؟ لان انا عندي 3 بتات. يبقى عشان اعرف احتمالات البتات ان هم يكونوا في كام خانه، مره بصفر ومره بواحد، ما اقعدش يعني اوجع دماغي واقول دي هنا ممكن تبقى الصفر، بعد كده اشيل الصفر واحط مكانه واحد، وهنا ممكن تكون بواحد وممكن احط الصفر والكلام ده كله. لا، شيل الكلام ده كله، هات لي عدد البتات وخلي لي الاساس ايه، 2. يبقى 2 اس عدد البتات اللي هو 2 اس ان. كنا خدنا قانون شبهه قبل كده، تمام، بس احنا دلوقتي ايه، بنحسب البتات. طيب، انا دلوقتي لو عندي واحد بت هيبقى ليها احتمالين، يبقى لو انا شلت الثلاثه دي وحطيت واحد هيبقى 2 اس واحد، يعني الاحتمالين ايه هم؟ الاحتمالين اللي هم الصفر والواحد. طب لو عندي 2 بت هيبقوا كام؟ قال لي هيبقوا 2 اس 4، او 2 اس 4 هيبقوا، ولو عندي 2 اس 2، ولو عندي 4 بتات هيبقوا 2 اس كام، 4. طيب، تعال نخش على البايت. ايه هو البايت؟
قال لي البايت الواحد تمام بيساوي 8 بت. ما احنا اتفقنا ان البت هي اصغر حاجه، فالبايت الواحد هو البايت كده اكبر من الايه؟ اكبر من البت. البايت الواحد بيتكون من 8 بت ويرمز اليها برمز البي. يعني لو شفت حرف البي ده هي دي الوحده الاساسيه، فلو شفت حرف البي هي عباره عن البايت ولا البت؟ هي عباره عن البايت. ليه؟ لان البايت هي بتساوي كده المتر في الطول، اللي المتر هي وحده القياس بتاع الطول، فالبايت هي وحده قياس البيانات او وحده قياس المعلومات. فلو عندي جيجا هقول جيجا بت ولا جيجا بايت؟ هقول جيجا بايت. لو عندي ميجا هقول ميجا بايت ولا ميجا بت؟ هقول ميجا بايت. يبقى البايت هي الوحده الاساسيه للايه؟ للمعلومات. لو سالني في الامتحان وقال الوحده الاساسيه للمعلومات هقول له البايت. طب لو اصغر وحده للمعلومات او اصغر وحده تشكل المعلومه هقول له الايه؟ البت. اللي هو فين؟ اللي هو اهو بيقول لي ان البت تمام هي اصغر فين؟ اصغر وحده للمعلومات. اصغر وحده للمعلومات هي البت. طب الوحده الاساسيه للمعلومات ايه؟ هي البايت. قال لي ان 8 بايت بتساوي 1 بت، والتي يمكن ان تمثل كام؟ ثانيه واحده. ماشي. والكرسي والدنيا ايه؟ جميل. طيب 256 دول جم منين؟ قال لي 2 اس 8، مش هي 8 بت وهي بالبايت، واحنا حسبنا الاحتمالات 2 اس 8 بتساوي كام؟ 256. تمام؟ جميل. طيب نخش على التحويلات. قال لي وحده البيانات الاساسيه هي الواحد بايت، تتغير الوحده كل 1024 مره. طب تعالى كده، او يعني ايه، احنا كده محتاجين سبوره جديده. طب تعالى بص بقى يا نجم، السلم الجميل بتاع ابتدائي. قال لي عندي اكبر وحده في البيانات هي التيرا بايت، بعديها الجيجا بايت، بعديها الميجا بايت، بعديها اصغر منها شويه الكيلو بايت. تمام؟ انزل سلمه كمان هنخش على البايت نفسها اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي 8 بت. قال لي كل 1024 مره هتساوي ايه؟ وحده جديده. يعني ايه؟ يعني البايت او الكيلو بايت بيساوي 1024 بايت. الكيلو بايت اللي هو اكبر من البايت نفسها، الكيلو، تعال نكتب هنا كيلو بايت بيساوي كام؟ بيساوي 1024 بايت. طب الميجا بايت، الميجا بايت بيساوي 1024 كيلو بايت، الوحده اللي قبليها على طول. طيب الجيجا بايت بيساوي، خلاص هي مكتوبه احنا ممكن نكتب بيساوي على طول. بيساوي كام؟ بيساوي 1024 ميجا بايت. التيرا بيساوي 1024 جيجا بايت. تمام؟ جميل؟ حلو؟ جميل. طيب انا دلوقتي عايز احول من التيرا للجيجا، من الكبير للصغير. الكبير عايز اخليه يبقى صغير، يعني عايز افتته. فعايز افتته لما اجي افتت العيش، هل بيزيد معايا فتات ولا بيفضل متجمد على بعضه وبيبقى رغيفه كتير؟ لا، بيزيد معايا فتافيت. تمام؟ او البقسماطه لما تتفتت بتملى المكان اكتر ما هي تكون سليمه على بعضها، او البسكوتايه. فبعمل ايه؟ بضرب من الكبير عشان احول من الكبير للصغير. بضرب من التيرا للجيجا، هضرب في كام؟ في 1024. طب من الجيجا للميجا في 1024. طب من الميجا للكيلو هضرب في 1024. طب من الكيلو للبايت هضرب في 1024 يديني البايت. تمام؟ طب عايز يا مستر من البايت للتيرا، من البايت للكيلو، هعمل ايه؟ هقسم على 1024. من الكيلو للميجا هقسم على 1024. من الميجا للجيجا هقسم على 1024. ما هو الرقم اصلا صغير، فانا عايز اوصله لفوق فهيصغر اكتر. ليه؟ لان الرقم الصغير ده هيبقى، يعني مثلا انا عايز احول من السنتيمتر للمتر. السنتيمتر ده عباره عن كام؟ عباره عن المتر الواحد فيه 100 سم. طب لو انا عندي 1 سم هيبقى 1 على 100. تمام؟ 1 على 100 من السنتي من المتر هو تمام؟ هو انتوا فاهمين؟ السنتي هو 1 على 100 من المتر. فاعمل ايه؟ انا عايز احول من الصغير للكبير، من السنتي اللي هو يعتبر بيمثل عندنا هنا البايت للكبير اللي هو الكيلو او الميجا.
تمام؟ يبقى من السنتي للميجا، من السنتي قصدي للمتر، هقسم عشان هو 1 على ال100 من الايه؟ من المتر. فالبايت هو 1 على 1024 من الايه؟ من الكيلو بايت. الكيلو بايت هو 1 على 1024 من الايه؟ من الميجا بايت. الميجا بايت هو 1 على 1024 من الايه؟ من الجيجا بايت. عايز تاخد البتاع دي سكرين شوت ماشي، بس عايز اقول لك حاجه. خد السكرين شوت اهو انا واقف، تمام؟ عايز اقول لك حاجه بقى. انت هتضرب للمره وهتقسم للمره. يعني لو عايز تحول من التيرا للميجا، انا كده هضرب مرتين. ليه هضرب مرتين؟ عشان هنزل سلمتين، هنزل سلمه للجيجا وهنزل سلمه للميجا وهنزل سلمه مثلا للكيلو، فانا هضرب 3 مرات. طب هطلع سلمه، هطلع لفوق، يبقى هقسم مرتين. هقسم من البايت للكيلو مره. طب انا عايز احول للتيرا، هقسم من البايت للكيلو، من الكيلو للميجا، من الميجا للجيجا، من الجيجا للتيرا. يبقى على حسب الوحده او على حسب السلمه اللي انا واقف عليها وعايز انزل اللي تحتيها او عايز اطلع اللي فوقيها، هشوف انا هطلع كام سلمه وهقسم كام مره او هضرب كام مره. كده احنا خلصنا ايه؟ الجدول ده، وبسيط وسهل ان شاء الله. طيب تعال نشوف النظام العد العشري والنظام الثنائي. بص يا نجم، انا دلوقتي بيقول لي نظام العشري هو طريقه لتمثيل الارقام باستخدام 10 ارقام من الصفر للتسعه، اللي هو الارقام بتاعتنا العاديه، تمام؟ طيب بيقول لي الرقم المعبر عنه في النظام العشري يرمز اليه بالايه؟ بالديسيمال سيستم، تمام؟ الديسيمال سيستم اللي هو النظام العشري. طب لو عايز افرق بين النظام العشري والنظام الثنائي والنظام ال 16، هتلاقي مكتوب تحت كده ايه؟ بين قوسين، وليكن ده مثلا رقم 10، رقم مثلا 9، هتلاقي مكتوب تحتيه بين قوسين على اليمين تحت كده 10. طب مثلا كده، طبعا ده انت هتفرقه، هيبقى ده نظام ثنائي، فهكتب لك تحت 2. هكتب لك تحت ايه؟ 2. طب لو نظام مثلا 16 وكاتب لك مثلا ايه؟ بي، هتلاقي هنا كده ايه؟ 16. تمام؟ تمام. ده حاجه مبدئيه بس كده لحد ما ايه؟ نخش في الدرس اهو. طيب النظام الثنائي بقى، هو بيقول لي هو نظام يستخدم نظام عد يستخدم فقط رقمين، وهو الصفر والواحد لتمثيل الاعداد، ويكتب احيانا مع رقم صغير 2 صغير تحت في الاسفل الرقم ليبان انه ايه؟ ليبان ان هو ثنائي. طيب يعني ايه بقى؟ انا النظام الثنائي ده ما بيستخدمش غير يا صفر يا واحد، هو كده هي الارقام بتاعته. اي رقم تاني هحوله لصفر وايه؟ واحد. طيب تعال نخش. طيب يا مستر دلوقتي عايزين نخش على التحويلات، ازاي نحول الرقم من عشر لثنائي ومن ثنائي لعشر؟ تعال اقول لك طريقه سهله جدا 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 وهتثبت معانا في كل التحويلات، من الثنائي لل 16 ومن 16 للثنائي والعشر والكلام ده كله، كل حاجه. طيب لو عندي رقم 7 كريستيانو رونالدو، تمام؟ عايز احوله يكون اصفار وحيد. طيب بص يا عم، يكون رقم ادي كده هيطلع واحد، تمام؟ وهتعرف ليه انا كتبت الارقام دي، تمام؟ جميل جميل. طيب يبقى رقم 7 بالثنائي كده، تعال نشوف ازاي. هات لي الرقم اللي انت عايز تحوله من عشري لثنائي، من عشري اللي هو الديسيمال لثنائي اللي هو الباينري، تعال نشوف بيتحول ازاي. اكتب لي فوقيه، تعال بس نغير الخط، اكتب لي فوقيه ايه؟ هات اللون الاحمر يا عم اللي هو ماشي. اكتب له فوقيه 1 2 ضاعف الواحد، وبعد الاثنين 4 ضاعف الاربعه 8. الارقام اللي فوق دي اللي انت شايفها دي لو اتجمعت، في منها ارقام لو اتجمعوا على بعض يدونا السبعه، الواحد والاثنين والاربعه لو اتجمعوا هيدونا كام؟ 7. حلو، نزل لي تحت كل رقم فيهم واحد. ادي الواحد بتاع الواحد اهو، والواحد بتاع الاثنين اهو، شوف انا حليتها من غير ايه؟ والواحد بتاع الاربعه اهو، والثمانيه هل ليها يعني الثمانيه معانا في العمليه بتاعت الجمع دي؟ لا، فهحط تحتيها كام؟ صفر. جميل جميل. تعال نشوف رقم تاني، تعال نشوف رقم تاني، وليكن رقم 3، وليكن رقم 20 اهو، رقم 20. جميل جميل. هات لون تاني اهو، استخدم اللون ده، حط لي فوقيه 1 2 4 8. لو جمعنا الارقام اللي فوق دي كلها تدينا كام؟ 15. حلو. طب انا عندي 20 يا عم، ضاعف 8 ضعفها كام؟ 16. تمام. عندي رقمين يتجمعوا يديني ال 20، عندي الاربعه وعندي ال 16، حط تحتيهم واحد والباقي حط تحتيه اصفار. تمام جميل. ده رقم 20 بالايه؟ بالثنائي. طيب تعالى ناخد مثال تاني. طيب وليكن رقم 50. رقم، هات اللون اللي احنا كنا 50.
تمام. رقم 50 1 2 4 8 16. لو جمعنا 2 و8 10 و16 26 و4 30 1 31 تمام، ما يكفيش. حط لي يا عم 32 هنا. مش 16 ضعفها كام؟ 16 ضعفها 32. حط لي 32. جميل جميل. اجمع 32 زائد 8 ادي كده 40. ادي كده 40 او خد الاثنين مع الثمانية دي كده 10 تمام. 32 و16 كام؟ 33 وكده 40 48 48 يعني فاضل لي كام؟ 2. يعني هاخد ال 32 وال16 والاثنين. جميل. يعني انا استفدت ايه يا مستر من الكلام اللي انت قلت عليه ده؟ ادي هنا 1 وادي هنا 1 وادي هنا 0 وادي هنا 0 وادي هنا 1 وادي هنا 0. جميل جميل. يبقى رقم 50 هو عبارة عن 1 1 0 0 1 0. تمام. استفدنا ايه بقى يا مستر من اللي انت قلته دلوقتي ده؟ استفدنا ان لو انا عندي رقم والارقام اللي فوق مش مكمله عندي ان انا انزل وحايد، ان انا اجمعهم على بعض يديني الرقم اللي انا عايزه، هزود كام؟ هضاعف اخر رقم. هضاعف ايه؟ اخر رقم. يعني انا 1 2 4 8 والثمانيه مش مكفيه، او الارقام اللي فوق دول مش مكفيين، هضاعف الثمانيه اخليها 16. طب ال 16 مش مكفيه، هضاعفها اخليها 32 وهكذا. طب عايزين نرجع الرقم من ثنائي ل10. تعال نشتغل على نفس الرقم اللي احنا كنا عليه. ال 50 اهو اخر رقم احنا كنا شغالين عليه اللي هو رقم 50. هات يا عم الاسود. جميل جميل. حط لي نفس الارقام فوق الاصفار والوحيد. ادي هنا 1 ادي هنا 2 ادي هنا 4 8 تمام. لسه مكملين معانا، لسه مكملين 16 32. نفس الطريقه لو الارقام زياده معانا هنزود برضو ايه في المضاعفات. طيب اجمع لي الارقام اللي تحتيها 1. الارقام دي اجمعهم لي على بعض. يبقى انا هجمع ال 32 وال 16 والاثنين هيدوني كام؟ هيدوني 50. جميل. ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي مشكله. لو انا عندي رقم عايز احوله من ثنائي ل10 احط فوقيه كام؟ 1 2 4 8 16 الى اخر الارقام، طالما معايا ايه؟ طالما معايا اصفار ووحيد زياده. طب هم 4 هحط 1 2 4 8 1 2 4 8. ومحدش يقول لي 1 2 4 6 او 1 2 3 4 5. مفيش. 1 2 بنبدا بالواحد ونضاعف 2 بنضاعف 4 بنضاعف 8 لحد ما الاصفار والوحيد يخلصوا معانا، ونبدا نجمع الارقام اللي تحتها 1 ونشيل الارقام اللي تحتها 0 مش عايزينها معانا. ونفس الطريقه لو احنا عايزين نجيب رقم من الثنائي من العشري للثنائي، حط فوقيه 1 2 4 8 لحد ما الارقام اللي فوق في منها ارقام ينفع يتجمعوا على بعض يدوني ايه؟ يدوني الرقم ده. يعني لو رقم 16 محدش يقول لي، او لو رقم 15 ماشي هنحط 1 2 4 8. الارقام دي كلها 15. محدش يقول لي هيبقى كله وحيد يا مستر. عادي. طب هيبقى كله صفار؟ مفيش حاجه اسمها كله صفار. يعني لو مثلا يعني فين بقى كده مفيش رقم. ايه كله صفار دي؟ ممكن يبقى كله وحيد، ممكن يبقى كله وحيد. طب ممكن يبقى هنا صفر والباقي وحيد؟ ممكن. طب هنا صفار وهنا بس واحد؟ ده رقم ايه؟ ده كده رقم واحد اللي هو واحد هنا والباقي صفار، ده رقم واحد. فاي حاجه تنفع. مش عايز تمسح ليه؟ ايه بقى؟ ماشي. اي حاجه ايه تنفع. تعال ناخد النظام ال 16 بالمره، بعد كده نخش على البي دي اف ونبدا نحل. النظام ال 16 هو بيتلخص في كلمتين، ان انا عندي من 0 ل 9 ارقام عاديه، بعد كده من اول ل 10 A B C D E F. بعد كده عندي ده 10 11. اللون اللي هعمل كده، اللون اللي هيجي معايا هشتغل بيه. هنشتغل باللون ده، يلا بينا. بعد كده ده هيبقى رقم 10 11 12 13 14 15. تمام. النظام ال 16 من اول الصفر لحد كام؟ لحد 15. وبعد كده ارقام عادي ممكن امثلها في ال 16 عادي مفيش مشكله، بس انا بتكلم على الارقام اللي هي فيها ايه مشكله، اللي هو من اول الايه لحد الاف. 10 11 12 13 14 15. تمام. من فوق ال 10 عادي ومن تحت ال 15 عادي. تمام مفيش اي مشكله. طب دول بيتحولوا ازاي؟ تعال اقول لك. لو عندي رقم
هو عباره عن ايه 9. عايز احوله من النظام ال 16 للنظام الايه الثنائي. قال لي هعمل ايه يا مستر؟ قال لي هقسمهم 4 و4 فرقتين، الحرف لوحده والرقم لوحده، او لو حرفين هقسم الحرف ده لوحده والحرف ده لوحده. يعني لو هنا في ايه تاني او بي او سي او ايا كان برضه هيبقى حرفين، كل حرف ايه لوحده، وامسك كل حاجه اشتغل عليها لوحدها. والله من اول الايه ده هشتغل عليه ان انا هعمل خطوتين. الخطوه الاولى ان انا هشوف الايه ده رقم كام في الايه في الارقام ال 16. هو والله قال لي رقم 10. طب حلو، طب وده هينزل 9 زي ما هو. هشتغل عليهم بنفس الطريقه اللي احنا متعودين عليها، اللي هو احط 1 2 4 8 1 2 4 8. جميل جميل. احسب لي الارقام اللي ينفع تتجمع تديني الرقم ده. والله عندي 8 و1 9. 8 والواحد هينزل هنا 1 هنا 0 هنا 0 هنا 0. بنبدا من اليمين، بنبدا من اليمين. طب هنا ال10 قال لي 2 و8، والله هنا يبقى 0 هنا هيبقى 1 هنا يبقى 0 هنا يبقى 1. حط لي الارقام دي كلها في خانه واحده واكتب لي هنا ايه ثنائي. تمام، اكتب لي هنا ايه ثنائي. يبقى كده حولنا من النظام ال 16 للنظام الثنائي. تاني عندي سي اي، هنعمل ايه؟ هنقسم الاي A B C D E اللي هو 10 11 12 13 14. يبقى ده هينزل رقم كام؟ 14. حلو اللون ده. استنى اروح اجيبه يا جدعان من ايه؟ من هنا. ماشي 14. وهنا السي A B C 10 11 12. تمام. اشتغل على ال 14 واشتغل على ال 12. واحد اتنين أربعة تمانية. 1 2 4 8. اختار الارقام اللي ينفع تدينا كام؟ 14. والارقام اللي ينفع تدينا 12. ال 14 2 و8 10 و4 كده 14. ال 12 2 و8 لا هيبقى 4 و8 و2. 4 و8 بس. 4 و8 ايه؟ 12. جميل جميل. 4 و8. حلو. يبقى هنا احط 0 هنا احط 1 هنا احط 1. تمام عشان دي 14. وهنا احط 1. طيب في ال 12 هحط هنا 0 هنا 0 هنا 1 هنا 1 وهنا 1. تمام. حط لي الارقام دي كلها جنب بعض واكتب لي هنا 2. يبقى ده كده بالنظام الايه الثنائي. عايزين نعمل بقى فلاش باك ونرجع ايه ونرجع للنظام الثنائي لل 16. جميل جميل. هناخد نفس الرقم اللي تحت ده اللي هو كنا مطلعينه ب 14 اللي هو كان ايه؟ كان 14 و12. عايزين نحول الرقم ده من النظام الثنائي للنظام الايه؟ للنظام ال 16. طالما عايزين نحول من الثنائي لل 16 هنعمل نفس الحركه، هنقسمهم اربعات من الصفر من اليمين للشمال. هنعد 1 2 3 4 واقسم 1 2 3 4 وخلاص كده. تمام. عشان لو هنا رقم يعني هنا بس 3 ارقام ما تتلخبطش، يبقى لازم انت تعد من اليمين للاربعه الاول. لو دول 7 يبقى ايه؟ يبقى الرقم الاخير ده هيروح الناحيه الثانيه مش هيبقى هنا. تمام. يبقى الفاضي هيبقى فين؟ هيبقى الناحيه بتاعه الشمال مش الناحيه بتاعه اليمين. يبقى لازم اعد 4 من اليمين. ابدا 1 2 3 4 واخد خط. طب دول طلعوا 3 بس مش مشكله، ولكن لو عدينا من هنا ودول اللي طلعوا 3 هيبقى فيها ايه؟ مشكله. طيب نفس الحركه هنعمل ايه؟ نفس الحركه هنحط 1 2 4 8 1 2 4 8. تمام. اجمع. ادي كده 1 ادي كده 2 و4 و8 كام؟ 14. وهنا 12. بس هنرجع الارقام دي لاصلها. في الايه؟ في ال 16. هيبقى دي ال 14 اي والايه وال 12 هتبقى احنا قلنا 10 ايه 11 بي سي. تمام. 12 هيبقى سي اي. نفس الكلام اللي كان فوق. ده اللي احنا عملناه بالظبط. فيها اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. طب الرقم ده اللي هو
الثمان ارقام ده لو عايزين نحوله من ثنائي بس العشري بقى مش ل 16، مش هنعمل القسمه دي. تمام؟ يعني ازاي؟ تعال اقول لك. لو عايزين نحول 0 3 وحيد مثلا، 0 1 كده، 1 2 3 4 5 6، يا عم هات رقم كمان. تمام؟ هنعمل ايه؟ هنعمل 1 2 4 8 16 32 64. يعني يا مستر مش هنقسم 2 و2؟ لا، مش هنقسم 4 و4، مش هنقسم 4 و4، مش هنقسم 4 و4، هنكمل عادي طالما عايزين نحول من ثنائي لعشري. امتى بنقسم؟ لو عايزين نحول من ثنائي ل 16. واحسب بقى الارقام دي، هيبقى 2 زائد 4، الارقام اللي تحتها وحيد بس اللي معانا، زائد 32 زائد 8 زائد 32، ادي كده 40 46. هكتب 46 عادي مفيش اي مشكله. يبقى لو انا عندي رقم عشري عايز احوله لثنائي، هكتب فوق الرقم العشري 1 2 4 8 لحد ما الرقم يطلع اللي فوق مكملينه. طب مش مكملينه ضاعف. طب لو عايز احول من ثنائي لعشري، هكتب فوق الوحيد والاصفار 1 2 4 8 16 الى اخره لحد ما الارقام دي تخلص معايا. طب لو عايز احول من ثنائي ل 16، اقسم الثمان ارقام او السبع ارقام 4 و4. تمام؟ 4 من ناحيه اليمين والباقي ايه؟ ايا كان، طلع 3 طلع 4 مش مشكله، بس اهم حاجه عد من ناحيه اليمين. طب عايز احول من 16 من ثنائي، قصدي عايز احول من ثنائي لعشري وهم اكتر من اربع ارقام، ما تقسمش، كمل عادي 1 2 4 8 16 32 ايا كان. لو وصلت حتى ل 100 120 128 مش تفرق. تمام؟ يعني لحد ما توصل لحد ما الارقام ايه؟ تخلص. في ال 16 بنقسم، في العشري مش هنقسم. من ثنائي ل 16 اقسم 4 والباقي. طب من ثنائي لعشري ما تقسمش، كمل على طول. طيب تعال نشوف الكلام ده هنا بيقول ايه. بيقول لي وليكن مثلا عندنا رقم 7، خد رقم 7 ده وحطه في ايه؟ 1 2 4 8، وانت بتضاعف الارقام من 1 ل 8، يعني بتبدا من 1 ضعفها والاثنين وهكذا زي ما احنا كنا بنتكلم فيه عادي. وده اللي احنا قلناه، اللي هو خدنا 1 1 1 0 حطينا فوقيه 1 2 4 8 وكملنا وحسبنا الارقام دي تدينا ايه. تعالى نشوف التدريبات بتاعت الدرس ده. طيب بص، السؤال الاول ده بس لو انت حد من السنتر ومعاك الملزمه، هتعكس لي العلامات دي، هتخلي لي الاجابه بتاعت الف هتخليها لي كده. تمام؟ وهتختار الاجابه دي ان الكيلو، ان التيرا اكبر من الجيجا، اكبر من الميجا، اكبر من الكيلو، او الكيلو اصغر من الميجا، اصغر من الجيجا، اصغر من الايه؟ من التيرا. تمام؟ اللي هو بق السمكه ناحيه الكبير يعني. تمام؟ طيب تعال نخش على الارقام اللي بعد كده، الاسئله. يلا بينا بقى نكمل، نخش على السؤال الاول في ان احنا نحول الارقام من صوره عشريه لصوره ايه؟ ثنائيه. هنمسك رقم 120 اللي هو طالبه مننا. طيب بنعمل ايه؟ هنحط فوق الرقم 1 ونضاعف 2 4 8 16 32، لان طبعا احنا عايزين رقم من اللي فوق. الارقام اللي فوق دي لما تتجمع على بعض تدينا كام؟ تدينا 120. طيب 32 64 هيكفي؟ اعتقد هيكفي. تعالى كده نحسب نشوف. 32 و8 كده كام؟ كده 40. جميل جميل. و64 ادي كده 104 و16 و4 ادي كده 16 و4 ايه؟ 104 و16 دي كده 120، يعني مش هناخد معانا الاربعه دي. طيب يبقى كده هنحط هنا 1 1 1 1 0 0 0 ادي كده رقم 120. تعالى نتاكد بس بالاله، تعالى نتاكد بالاله. 64 زائد 32 زائد 16 زائد 8 بيساوي 120. ده كلام صحيح. يبقى 120 هتساوي 1 1 1 1 4 وحيد و3 اصفار. تعالوا نخش على السؤال اللي بعده. طيب 106 106 ادي كده اهو 1 2 4 8 16 32 64. مش عارف هتيجي معانا ولا لا، يعني مش عارف ال 64 هنحتاجها ولا لا. كاتب 46. 46 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
ادي كده 32 وادي كده 64. ماشي. تعالى نحسب 32 زائد 16 زائد 8 تساوي كام؟ زائد، لا احنا عايزين ناخد ال 64 معانا زائد ال 32 بيساوي 96. 96 عايزين عليهم 8 والاتنين كده، دي ودي ودي والتمانية والاتنين، يبقى 64 زائد 32 زائد 16 زائد 8 زائد 2 122. ايه ده؟ طب ناقص كده الاتنين. ليه جبنا 120؟ 64 زائد 32 كده 96 زائد 8 104. مش معانا 16. ماشي، مش معانا 16. يبقى كده 1 1 0 1 0 1 0. تمام كده 1 1 0 1 0 1 0. ادي كده ايه 106. تعال نشوف 13. هو اصلا مش هيجيب ارقام، يعني مش هيجيب ارقام كبيره قوي كده، هو هيجيب ارقام في الايه في العادي، بس انا بس بوريك الدنيا ماشيه ازاي. رقم 13 ادي كده 1 2 4 8 طبعا هيكفوا معانا. هناخد الاثنين، ماشي، هناخد الاربعه والثمانيه، هناخد الاربعه والثمانيه 12، وهناخد معانا الواحد، الاربعه والثمانيه والواحد. يبقى كده 1 1 0 1 1 1 0 1. ده كده رقم 13. 138 بقى دي انت حلها تبقى طبعا ايه، خلاص الموضوع بقى سهل، عشان بس ما نقعدش ايه نضيع وقتك. طيب تعال نشوف السؤال ده. بيقول لي كم عدد المجموعات المختلفه من التصاميم التي يمكن انشاؤها. يعني عايز من الاخر، عايز الاحتمالات باستخدام عمله واحده بقيمه 100 جنيه، وعمله واحده بقيمه 50 جنيه، وعمله واحده بقيمه 10 جنيه. لاحظ كلمه عمله واحده، يعني عايز يقول لك ان هي خانه واحده، عايز يقول لك ان الرقم ده هيتحط في خانه واحده اللي هي البت. تمام، يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي عندي خانه هيتحط فيها 100. تمام، طيب دي 100، وخانه هيتحط فيها 10، وخانه هيتحط فيها 50. يعني ايه؟ يعني عندي واحد بت، وده واحد بت، وده واحد بت. تمام، يبقى كده ايه عندي 3 بت. يبقى كم بت من البيانات، يبقى عايز بيقول لي كم بت دول يتمثلوا بكم ايه، بكم مجموعه، يعني كم احتمال. فهقول له ان ده واحد بت واحد بت واحد بت، هيبقى كام؟ هيبقى 2 اس 3. ده عدد الاحتمالات. طيب كم بت بقى من البيانات يمثل ذلك او يمثل هذا؟ 3 بتات، لان كل عمله هتبقى في خانه، لان هو بيقول لي ده عمله واحده، دي باستخدام ايه؟ عمله واحده، يعني خانه واحده، يعني بت واحد. طيب يبقى الثلاث عملات بثلاث بتات. طيب كم بت من البيانات يلزم لتمثيل 16 اتجاه؟ كم بت من البيانات يلزم لتمثيل 16 اتجاه؟ يعني هو دلوقتي احنا كنا متفقين على ايه؟ ان 2 اس ان، وان دي بتمثل ايه؟ عدد البتات. طيب هو بيقول لي كم بت من البيانات يلزم لتمثيل 16 اتجاه؟ هو اداني ال 16، اداني الاحتمالات، يبقى انا عايز اجيب عدد البتات. طيب يبقى 2 اس كام بتديني 16؟ يبقى 4. تمام؟ تمام. ما هو الحد الادنى من البتات اللازمه لتمثيل 47 محافظه؟ طيب هو دلوقتي 2 اس ان بتساوي كام؟ بتساوي 47. هتيجي تحسبها بالآلة، هنعمل ايه؟ 2 اس اكس اللي هي الفا اكس دي، ماشي، بيساوي كام؟ بيساوي اللي هي الفا كالك كام؟ 46. هيطلع معانا رقم، هي المفروض ندوس ايه؟ شيفت يساوي، طيب ثانية واحدة. اتنين أس مثلا
3 2 أس 5 2 أس 6 ماشي. هيبقى 2 أس. بص هو بيقول لي دلوقتي عايز ان هي 47، فعايز 2 أس كام؟ تمام تدينا كام؟ 47. طبعا مفيش رقم أس 47، مفيش 2 أس رقم يدينا 47. فهو بيقول لك انا عايز الحد الادنى من البتات، يعني عايز اقل رقم يمثل لي 47. فهو هيكون اقل عدد يمثل لي ال 47 هو الايه؟ الست بتات. ليه؟ لان 2 أس 6 هتساوي 64، 2 أس 6 هتساوي 64. فانا دلوقتي عايز كام؟ عايز 64 ثانيه واحده. فانا عايز الحد الادنى اللي يمثل لي ال 47، فما ينفعش يكون اقل من كام؟ من 6. لان 2 أس 5 هتديني كام؟ هتديني 32. فانا طبعا ال 32 دول مش هيكفوا الايه؟ 47. فانا هاخد الايه؟ هاخد الستة. تمام، اللي هو الحد الادنى لتمثيل ايه؟ 47 محافظه. تمام تمام. بيقول لي كم عدد اقراص؟ كم عدد اقراص الدي في دي؟ يعني حجم القرص عندي الدي في دي ده بسعه كام؟ 4.7 جيجا. يبقى انا عندي 4.7 جيجا. تمام، ده بالجيجا اهو. عايز اخزنه على قرص صلب بسعه 1 تيرا. تمام، الحاجه الكبيره لازم اشتغل. انا دلوقتي عندي 1 تيرا وعندي الايه؟ ال 4.7 جيجا. طيب انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي هاخد ال 4.7 اللي هاخد ال 1 تيرا. تمام، هاخد ال 1 تيرا. عايز اقسم ال 1 تيرا ده على 4.7. يبقى هضرب، احوله بس الجيجا الاول، هضرب في كام؟ في 1024 واقسم على كام؟ على 4.7 اللي هي بالجيجا. كده ال 1 تيرا لما اتضرب في 1024 كده بقى بالايه؟ بقى بالجيجا بايت. تمام، وتحت عندي بالايه؟ بالجيجا بايت. يبقى انا عندي فوق بالجيجا وتحت بالجيجا، اقدر اقسمهم على بعض عشان اعرف ال 1 تيرا ده لما يتقسم عليه 7.4 جيجا هيكفي كام قرص من الدي في دي. يبقى هناخد 1 تيرا اللي هو 1024، يعني 1024 تمام على 4.7 هيديني 217 عربي على انجليزي على افغاني. 217 و 8 و7. خليها الاقرب ايه؟ رقمين 20 وخلاص. يبقى 217 و87 ايه؟ من 100. كام قرص؟ يعني ده عدد الاقراص الايه اللي هتتخزن. تمام. طيب اللي هو هيبقى في الاخر اصلا 217، لان مش هينفع اخزن جزء من الكورس واسيب الباقي. يعني مش هينفع اخزن مثلا نص فيديو واسيب الفيديو الثاني مش موجود، يعني فاهمني؟ طيب هو بيقول لي قرب اجابتك ايه لاقرب عدد صحيح، يعني اللي هم الايه؟ ال 217. يبقى اقول له ايه هنا؟ ايه 217 ايه قرص. طيب كم عدد الصور؟ نفس السؤال بيقول لي كم عدد الصور. حل واكتب لي الاجابه في الكومنتات وانا هستنى وايه واشوف الاجابه الصح بتاعتك هتعمل ايه. اديني مستني اهو. هحل بقى، انت وقف الفيديو ما تستعبطش. طيب هو عايز عدد الصور حجم كل منها كام؟ 2 ميجا. هل ينفع اشتغل وانا عندي حاجه بالميجا وحاجه بالجيجا؟ لا، لازم انا اخلي الوحدات زي بعضها. لازم انا اخلي لا اما الاثنين بالميجا لا اما الاثنين بالجيجا. انا هخلي الجيجا هو اللي بالميجا عشان ايه؟ عشان استسهل واضرب في كام؟ في 1024. فهضرب ال 32. ايه الثلاثه دي؟ هضرب 32 في 1024 على ايه؟ على ال 2 ميجا بيساوي كام؟ يبقى كده فوق بقى بالميجا، لان هو كان بالجيجا اهو، ضربته في 1024 بقى بالميجا، وتحت بالميجا يبقى ينفع اقسمهم على بعض. فيبقى 32 في 1024 على الاثنين هيبقى ب 16384. تمام، ده ايه؟ صوره كده اللي هو تمام. ايه اللي انا كاتبه ده؟ ماشي، لا ايمج يعني. طيب يبقى كده خلصنا الجزئيه دي. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده النظام السادس عشر، وده احنا شرحناه. هو هنا الجدول بيقول لك ان من اول 9 هيبقى عادي، بس من اول 10 هيبقى ايه؟ من اول 11 بي، 12 سي، 13 دي، 14 اي، 15 اف، و16 هيبقى 16 عادي. تمام؟ تمام. ماشي؟ طيب بيقول لك بقى حل دي رقم 13. لو جينا نحلها بالنظام الثنائي هيبقى
حط هنا 1 2 4 8 وهناخد ال 8 وال 4 12 والواحد هيبقى 1 1 0 1. في النظام العشري 13 زي ما هي. في النظام ال 16 هيبقى ايه؟ في النظام ال 16 اللي فوق الاي A 10 B 11 C 12 هيبقى الدي. جدع. تمام. خش على اللي بعده. طيب دي برضو بيعرفنا ازاي نحل. تعال نخش على الاسئله على طول. تمام. حملي تدريبات. طيب عايزين نحول من النظام الثنائي للنظام ال 16 ومن النظام ال 16 للنظام الايه؟ الثنائي. طيب انا كنت مرخم على الرجاله بتاعت السنتر وخليتهم حولوا من ال 16 يعني من كله، يعني خليتهم حولوا الرقم ده من 16 من ثنائي ل 16 ومن ثنائي ل 10. بس احنا مش هنعمل هنا كده. احنا هنحل ادي كده 1 2 3 4 ونشد خط، ادي 1 2 3 4 ونتعامل عليه. ادي كده 1 1 0 1 من اليمين ونشد خط، وبعد كده 1 0 1 1 ونتعامل. وهنحط هنا 1 2 4 8 1 2 4 8 ونشوف ده رقم كام؟ 1 و2 كده 3 3 و8 كام؟ 3 و8 هيبقى 11. طب ال 11 هيتكتب 11 في النظام ال 16 لا هيتكتب ايه؟ ايه 10 ب 11 هيبقى بي. طيب هنا 1 و4 دي كده 4 و8 12 و1 ادي كده كام؟ 13. طب 13 هيبقى 13 لا ايه 10 ب 11 سي 12 ايه سي دي هيتكتب، هيبقى عندنا الرقم هيتكتب ايه؟ سي بي. ده اللي هو من النظام الثنائي للنظام الايه؟ ال 16. جميل. تعال نحول من ثنائي ل 16 تاني. ادي كده 1 2 3 4 شد خط، وادي كده 1 2 3 4 شد خط. زي كده 0 1 كده 1 2 4 8 وادي هنا 1 2 4 8. ده كله لما يتجمعوا على بعض لان كلها واحده هتبقى 15. تمام. وهنا دي كده 1 مش معانا الاثنين والاربعه هيبقى 6. طب ال 15 هتتكتب كام؟ هتتكتب اف هيبقى 6 اف. جميل جميل. الاي 9 اقسم ده لوحده وده لوحده، الاي هتبقى رقم كام؟ رقم 14. فده هنتعامل معاه ان هو رقم 14 وده هنتعامل معاه ان هو رقم 9. وشوف بقى الارقام هتطلع معاك عامله ازاي. 5 ايه نفس الكلام اقسم وخلي ده لوحده وده لوحده، والايه هتكون رقم 10 وتعامل معاها عادي. الاربعه والسي اي بي سي يعني 10 11 12 ده 12 وده 4 ونفس الكلام. الاف 15 وال8 تمام. طب والخمسه سي السي هتبقى اي بي سي 10 11 12 تمام. طيب نفس الكلام. كل دي حاجات شوف لي رقم كده منهم وايه نقيه حلو كده وايه واكتب لي اجابته في الكومنتات. كمل ده بقى مع نفسك. الاسئله سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. طيب تعال نشوف بقى التمثيل الرقمي ايه للاحرف. بيقول لي يعني ازاي نمثل تمثيل رقم الاحرف؟ يعني هندي لكل حرف رقم اللي هو بالرمز الايه الثنائي او بالرمز ال 16. جميل جميل. طيب بيقول لي رمز الحرف هو قيمه رقميه فريده يتم تعيينها لكل حرف او رمز او غيره. تمام. طيب نظام رموز الاحرف بيقول لي يلخص التحويلات بين الاحرف ورموز الاحرف الخاصه به. يعني النظام ده بيوريني من الاخر التحويلات بين الاحرف والرموز ايه الخاصه به. طيب الاسكو كود ايه؟ الاسكو كود ده هو الجدول اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي عشان يعرفني كل حرف الرقم بتاعه كام. تمام تمام. طيب فقط الاحرف للغه الانجليزيه وهو بيشتغل على اللغه الانجليزيه بس، والرقم من 0 ل 9 ومن اي تو زد بالسمول ومن اي تو زد بالايه بالكابيتال، والرموز واحرف التحكم. تمام. زي الاد بقى والهاشتاج والايه وعلامه الاستفهام والكلام ده. طيب بيقول لي رموز تستخدم للتحكم في الكمبيوتر ولا يدعم اللغات الاخرى. يعني هو بيشتغل على اللغه الانجليزيه فقط. طيب جميل. تعال نشوف الجدول اهو. لو عايزين نشتغل على الجدول ده، الجدول ده هتلاقيه عندك في كتاب المدرسه، فاللي مش شايف الجدول كويس يقدر يتابع معايا من كتاب المدرسه. طيب لو عايزين نطلع كلمه زي هلو هنعمل ايه؟ عايزين نبدا بحرف الاتش. تمام. نبدا بحرف الاتش. هتاخد لي علامه على حرف الاتش. اولا تقول لي حرف الاتش ده كابيتال ولا سمول يا مستر؟ هقول لك كابيتال. تمام. طب في حرف اتش سمول اصلا؟ طبعا في اهو. طيب جميل. احنا بقى دلوقتي احنا عايزين عشان ده اول حرف في الكلمه فاحنا عايزين الحرف الايه السمول الكابيتال. طيب انا هاخد بالعرض. تمام.
همشي كده، انا عايز احول دلوقتي الرقم ده بالارقام الثنائيه، فهمشي بالعرض، هعلم كده اهو، وهمشي بالعرض اهو لحد ما اوصل للايه، للباينري سيستم، للارقام بتاعته بالباينري. هيطلع معايا 3 اصفار، وركز جدا في اللي انا بقول لك ايه، 3 اصفار، ما قلتش 1000، 3 اصفار واحد، لان انا ببدا من اليمين للشمال، ما ببداش من الشمال لليمين. انا باخد الحرف ببدا من الشمال لاني بكتب الكلمه بالانجليزي، تمام؟ يبقى هبدا من اليمين للشمال. يبقى الاتش همشي مره بالعرض، اجيب من اليمين، من اليمين للشمال 0 0 0 1، تمام. هطلع فوق، هرجع تاني عند الحرف واطلع فوق لحد ما اجيب الرقم الثنائي بتاعه 0 0 1 0 0 0 1 0. هكتب الارقام دي جنب بعضها برضو من اليمين للشمال، ويبقى كده ده حرف الاتش. طيب هكمل على حرف الاي. تعال نجيب حرف الاي. الاي كام؟ الاي هنا سمول. طب دور لي على الاي سمول هنا، دور لي على الاي سمول، الاي سمول، الاي سمول، الاي سمول اهي، الاي سمول. همشي مره بالعرض لحد ما اوصل للايه، للجدول الثنائي. هيطلع عندي 0 1 0 1. طيب تمام، هكتبها 0 من اليمين، 0 1 0 1. حلو. ارجع للاي تاني واطلع فوق 0 1 1 0 0 1 1 0. تمام، ده كده حرف الاي. يبقى كده اتش وادي الاي، وبنعمل ما بين كل حرف يعني ارقام والثانيه بنعمل مكان ما بينهم شرطه، او خليهم بين اقواس واكتب تحت ايه، حرف ال2 كده، رقم 2، عشان نعرف ان ده ثنائي. طب والال نفس الكلام، ال سمول والال كابيتال. تعالى دي 2 ال سمول، تعالى نشوف حرف ال فين. حرف ال، حرف ال ده اي ده، ماشي. حرف ال فين؟ والله ما شايف يعني. طب تعالى نخش على الاو، عشان شايف الاو اهي، متهيألي دي الاو، مش عارف دي الاو ولا دي دوت. ماشي، هنتعامل معاها ان هي الاو. تعالى نمشي كده مره بالعرض لحد ما نوصل فين اهو، ده الاربع وحيد، هيبقى 4 وحيد من اليمين، تمام. اطلع فوق يا باشا اهو، هنجيب 0 1 1 0، هيبقى ده حرف الاو بالايه، بالثنائي. تمام، جميله سهله. نفس الكلام لو عايزين نطلع حرف الاتش بس بالنظام ال 16. طب بالنظام ال 16 ازاي؟ هنمشي مره بالعرض ونجيب الثمانيه ونكتب الثمانيه على اليمين، طيب ونطلع مره بالطول ونجيب رقم الاربعه اهو، يبقى 8 4. تمام، 8 4 ده حرف الايه، الاتش. لو عايزين نكون كلمه برضو بعد ما نجيب الحرف، بعد ما نجيب الرقم بتاع الحرف، هيبقى ايه؟ هيبقى نشد زي سلاش كده ونكمل الباقي. تعال نخش بقى على الاسئله. موضوع سهل وجميل جدا، ما فيهوش اي مشكله. او 8 4 اللي احنا لسه مطلعينها بتاعت حرف الاتش اهي. تمام، بيقول لي اليونيكود، بيقول لي معيار ترميز احرف يجمع الاحرف من جميع انحاء العالم في رمز حرف واحد، نظرا للاختلافات في تعيينات الرمز. هناك اختلافات مثل اليو تي اف 8 واليو تي اف 16، ده اخف من ده، فهو يعني الفرق ما بينهم ده مش عليك، بس هو ده اخف من ده، ده نظام وده نظام للايه، لمعيار ترميز الاحرف، اللي هو يعني ترجمه الحروف يعني من الاخر. طيب الانكود، الاي ان كودنج، اللي هو بيقول لي ايه، الانكودنج يعني تمثيل سلسله برموز الاحرف، العكس يعرف باسم فك التشفير. تمام، اللي هو ايه، الدي كودنج. طيب الانكودنج ده اللي هو بيمثل الحروف اللي احنا بنكتبها عادي، طيب العكس بتاعه اللي هو بنعمل فك التشفير بتاع الحروف دي، بنحولها من اصفار لايه، وحيد لحروف عاديه. يعني اللي احنا بنعمله ده اسمه ايه، اللي هو الانكودنج، اللي هو احنا بنكتبه عادي. طب فك التشفير بقى اللي هو الكمبيوتر بيعمله، اللي هو بيرجع من اصفار لوحيد للحروف العاديه، ده اسمه الدي كودنج. طيب الخط، بيقول لي ان الخط ده هي بيانات شكل الاحرف المقابله لرموز الاحرف. بيقول لي امثله زي السيرف سنس، يعني ده اللي هو ايه، اللي هو اسماء ايه، حروف. تمام. طيب لعرض الاحرف على اسماء خطوط، لعرض الاحرف على الشاشه الكمبيوتر او المخرجات الطابعه، هناك عنصران اساسيان، لازم رمز الحرف معانا والخط. يعني لازم يبقى عندي رمز الحرف بالزيرو والون او بالنظام ال 16، او والخط اللي انا هكتب بيه، او الفونت اللي انا هكتب بيه الايه، الكلمه بتاعتي. اللي هو انا في التليفون بقعد العب كده واجيب خطوط ومش عارف ايه الكلام ده كله، انا بغير شكل الحرف وبرده بيبقى معايا الرمز بتاعه. طبعا الرمز ده بيبقى متسجل على التليفون، ولكن انا بغير في الايه، في شكل الخط رسم نفسه، ورسمه الايه، الكلمه، رسمه الحرف. طيب بيقول لي ما هو المصطلح الذي يطلق على القيمه الرقميه الفريده المخصصه لكل حرف وما الى ذلك. ده اللي هي كانت بتتكلم عن ايه اهو، اللي هي كانت فين،
اللي هو اهو راحت فين؟ اللي هو يلخص التحويلات، لا استنى، هو بيقول لك ايه؟ ما هو المصطلح الذي يطلق على القيمه الرقميه الفريده؟ طيب القيمه الرقميه الفريده كانت هنا اهي، عايز بس اوريها لك من اللي هي رمز الحرف. رمز الحرف هي قيمه رقميه فريده يتم تعيينها لكل ايه؟ كل حرف. يبقى السؤال الاول هيبقى اللي هو رمز الحرف ده قيمه رقميه فريده لكل حرف نفسه. طيب هنا بيقول لنا ايه؟ كم عدد انواع الاحرف التي يمكن تمثيلها بواحد بايت؟ احنا عندنا الواحد بايت ده، الواحد بايت تمام هو بيساوي كام؟ 8 بت. تمام، يبقى 8 يبقى 2 أس 8 بتساوي كام؟ 256 احتمال ل 256 نوع. طيب تمام جميل. تعال نخش على الايه؟ السؤال اللي بعده بيقول لي ما هو المصطلح الذي يطلق على تمثيل سلسله نصيه برموز الاحرف؟ ده اللي هو الترميز، اللي هو الترميز، تمثيل او الانكودنج، تمثيل سلسله نصيه برموز الاحرف. تمام، تعال نخش على السؤال اللي بعده. طيب ما هو المصطلح الذي يطلق على التصميم الذي يتوافق مع رمز حرف ويشترك فيه نفس الخصائص؟ ده الايه؟ الخط. تمام، اللي هو الفونت يعني. طيب اشرح باختصار خصائص نظام ترميز الاحرف. ده نظام بيكون، هقول له ان هو نظام بيتم فيه ان هو بيدي لكل حرف ايه؟ بيدي لكل حرف رمز، ولكن هو مختصر على الرموز والحروف الابجديه بالايه؟ بالانجليزيه والارقام. طيب استخدم جدول ترميز الاحرف للاجابه على الاسئله التاليه. طبعا عايز اوضح بس حاجه مهمه جدا، ان احنا الجدول ده مش حافظ علينا، فما تحفظوش. انت هيكون معاك كتاب المفاهيم او هيجي لك السؤال زي ما هو كده. هو بيقول لي استخدم جدول الترميز، وهيجيب لك الجدول زي ما هو وتبدا تطلع من عليه الحروف. لا اما هيسالك اسئله نصيه زي كده فمش محتاج فيها الجدول. فبيقول لي ما هو رمز حرف الواي بالصيغه الثنائيه؟ تعال نجيب حرف الواي. اولا هنبص على حرف الواي ده كابيتال ولا سمول؟ حرف الواي كابيتال. طيب حرف الواي كابيتال اهو. طيب قلنا هنمشي بالعرض. طيب هنمشي بالعرض لحد هو عايز بالطريقه الثنائيه، فهنجيب عند الجدول بتاع الثنائي اللي هو الباينري سيستم. طيب 1 0 0 1، وابدا من اليمين 1 0 0 1. طيب تعالى نطلع فوق، معلش عشان احنا خليه كده اهو ماشي. هيبدا 1 0 0 1، ده حرف الواي اهو. تمام، احنا هنا اهو. تمام. طيب فوق عندي اطلع 1 0 1 0 1 0 1 0. بنكمل على الجزئيه اللي احنا وقفنا عندها. تمام. ما هو الحرف المقابل للرقم؟ تمام، الحرف المقابل للرقم اللي هو ايه؟ اللي هو 1 1 1 1 0 1 1 0. تمام، هنعمل ايه؟ هنقسم الارقام دي 4 و4. 1 1 1 1 واقسم. تمام، ادي كده 1 2 3 4 وشد خط، وادي 0 1 1 0. كنا بنشتغل بالطريقه 16 يعني، لو بس ايه، احنا دلوقتي بنشتغل ان احنا نطلع الحرف ده بالطريقه الايه؟ الثنائيه من على الجدول. هات لي في الجدول ده كده، امشي لي بالعرض لحد ما تطلع لي اللي هو الاربعه وحيد. تمام، ده حرف. تمام، هو احنا جبنا الجزء ده. طب الجزء اللي هو بتاع 0 1 1 0، هنمشي كده لحد ما نجيب 0 1 1 0 اهو. تمام، اللي هو حرف الاو. تمام، الاو سمول. جميل جميل. طيب يبقى احنا عملنا ايه؟ او ممكن تبدا من على الشمال عشان تجيب من هنا، بعد كده تنزل لحد ما تجيب الرقم ده اسهل. يعني شوف الاسهل لك، المهم انت تمشي لي بالعرض ده الرقم اللي على اليمين، وبالطول ده الرقم الايه؟ اللي على الشمال. تمام، يبقى فوق شمال والايه وهنا، وتحت يمين او بالعرض يمين. طيب جميل. تعال نخش على اللي بعده. بيقول لي عايز الحرف المقابل لرمز الحرف اللي هو ايه؟ 72. جميل، هو كده بال 16. طيب هنشوف رقم الاثنين هو اللي على اليمين، فكده ده اللي بالعرض، والسبعه هو اللي على الشمال. فانا همشي كده لحد ما اوصل لرقم 7 اللي هو هيبقى الار سمول. جميل، سهله.
اللي هو 72. يعني لو جينا نطلع ار سمول هنعمل ايه؟ هنمشي بالعرض لحد ما نوصل للاثنين، بعد كده نرجع لار سمول تاني ونرجع نطلع لفوق. فاحنا ده اللي احنا عملناه، اللي على اليمين هو اللي بالعرض، واللي على الشمال الرقم اللي على الشمال اللي هو ايه؟ اللي هو بالطول. يبقى بنقسم الرقم لما بنيجي نطلع الحرف او رمز الحرف من على الجدول، بنقسم الرقم ايه؟ او بنقسم الحرف ايه؟ نصين، نص يمين اللي هو بالعرض ونص شمال اللي هو فوق. تمام؟ جميل. موضوع سهل ما فيهوش اي مشكله. طيب ما هو سلسله الاحرف؟ ما هي سلسله الاحرف المقابله لرمز الحرف؟ طيب بص احنا هنعمل ايه؟ هو ده بال 16. هنعمل حاجه جميله جدا. هنا ده اول رقمين دول هتقسمهم حرف حرف حرف، كل رقمين حرف 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 حرف. تمام؟ حرف. هيطلع عندك ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 حروف. هتطلع بقى 9 حروف دول، 21 ده حرف، 75 ده حرف، اف 6 ده حرف، 9 5 ده حرف، بي 6 ده حرف، اي 6 ده حرف. تفضل تطلع بقى ايه؟ الحروف من على الجدول، ما فيهاش اي مشكله. طيب ما هو حجم بيانات البيانات عندك كتابه كلمه ايه؟ هابي بيرث داي. هنعد الحروف ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. تمام؟ 13 ايه؟ 13 حرف. ثانيه واحده كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. تمام؟ تمام. يبقى كده كام؟ 13. طيب لو كل حرف 1 بايت، تمام، يبقى هم كام؟ يبقى 13 بايت. جميل؟ جميل. طيب لو احنا دلوقتي عايزين نحولها بالميجا، طبعا عرفنا هنعمل ايه؟ هنقسم على ال 1024. تمام؟ ويطلع بالميجا. طيب هو عايز دلوقتي حجم البيانات على طول فما حددش، فانا هطلع له بالبايت عادي. تمام؟ يبقى 13 ايه؟ 13 بايت. كده نكون خلصنا الحصه بتاعت النهارده. باذن الله باذن الله باذن الله هينزل لك باقي الوحده. احنا كده خلصنا الدرس الثاني والثالث والرابع، فاضل لك عندي الخامس والسادس والسابع ملغي، وعندك الثامن والعاشر. هناخدهم دول على حصتين، اللي هو الايه؟ الخامس والسادس حصه، تمام، والثامن والعاشر حصه بالواجب بتاعهم ان شاء الله ينزلوا لك على حصه واحده في اسرع وقت باذن الله. وما تنساش ان احنا هننزل لك المكثف بتاعنا هنا مجاني، وهننزل لك برضو قبل يوم 21 عشان الامتحان بتاعك هننزل لك بقى ايه؟ التسع فصول اللي هم المفروض بتوع المنصه اللي احنا كنا واقفين لحد عندهم. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.